بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبات وطالبات الصف الأول الثانوي التمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الفصل الرابع من مادة أساسيات التمريض النظري، والفصل ده من الفصول الصعبة أو يعتبر أصعب فصل عندكم في المادة. إن شاء الله رب العالمين هنبسطه وإن شاء الله تفهموه معانا بإذن الله رب العالمين. عاوزك بس كده يعني تساعد في نشر القناة وتعمل شير لزمايلك وتعمل لنا لايك وكومنت عشان إن شاء الله نكبر القناة وتوصل لزمايلك بإذن الله رب العالمين. عندنا الفصل الرابع اسمه A Physiological Basis for Nursing Practice، يعني الأساس الفسيولوجي للممارسة التمريضية. الفصل ده بيتكلم عن الحاجات الأساسية لكل إنسان وتأثير الحاجات دي على المريض، وبالنسبة للرعاية التمريضية ازاي ان انت تلبي الحاجات الأساسية وازاي ان انت تتعامل مع المريض وتأثيرات الحاجات الأساسية لو قلت او حصل فيها نقص او اضطراب على حياة الإنسان، وازاي ان هي بتسبب الأمراض، وازاي ان انت بتتعامل مع نقص الحاجات الأساسية اللي هي من الناحية الجسدية. عندنا هنا الانترودكشن وهي المقدمة، بس عايزك بقى تجيب الكتاب كده قبل ما نبدأ في الشرح، وإن شاء الله تتابع معايا الشرح بإذن الله رب العالمين. عندنا هنا الانترودكشن زي ما قلنا، المقدمة بيقول لنا فيها physiological or basic needs are common to all people. Basic needs are universal. زي ما قلنا هنا الاحتياجات الفسيولوجية معناها الاحتياجات الجسدية، يعني اللي كل إنسان بيحتاجها من طعام وشراب ونوم وعملية الإخراج إلى آخره، أو ما يسمى برضو بالاحتياجات الأساسية. طبعا الاحتياجات الفسيولوجية أو الاحتياجات الأساسية دي مشتركة بين جميع الناس، يعني كل إنسان بيشترك مع كل الناس في هذه الاحتياجات. لذلك هذه الاحتياجات الأساسية بتعتبر عالمية. يعني ايه عالمية؟ يعني زي ما قلنا كده جميع الناس بيشتركوا فيها، يعني سكان كل الدول سواء دولة غنية دولة فقيرة، جميع الثقافات باختلافها بتشترك في هذه الاحتياجات. ولذلك هنا عندنا السطر اللي بعده بيقول individuals of all cultures have basic needs. In other words, basic needs are transcultural across all cultures. يعني بيقول لنا ان الافراد من جميع الثقافات لديهم احتياجات اساسية، وبعبارة اخرى فان الاحتياجات الاساسية عابرة للثقافات او انها عبر جميع الثقافات، يعني الناس باختلاف ثقافتهم عندهم نفس الاحتياجات الاساسية. الجملة اللي بعدها او العبارة اللي بعدها بتقول needs can be satisfied or they can be blocked during times of illness. هنا عندنا الاحتياجات دي، الاحتياجات الأساسية ممكن ان احنا نلبيها، يعني ان احنا نديها للمريض او ان احنا نمنعها عنه اثناء اوقات المرض. ولذلك هنا بقى يعني بيقول لنا بقى الواجب علينا nursing is concerned with helping client meet their physiological, spiritual and psychological needs. يبقى هنا عليك كممرض او عليك كممرضة ان انت تلبي او تهتم بتلبية احتياجات المرضى من احتياجات فسيولوجية او احتياجات روحية او حتى احتياجات نفسية. يبقى انت دورك كممرض ان انت تتعامل مع المريض وتلبي احتياجاته الفسيولوجية اللي هي الجسدية والروحية والنفسية. في هنا بقى عندنا جملة مهمة جدا او عبارة مهمة جدا، يقول لنا illness or risk for illness occurs when people are unable to satisfy one or more of their basic needs independently. يعني هنا بيقول لنا ان المرض او التعرض لخطر الإصابة بالمرض بيحدث لما بيكون الشخص غير قادر على انه يلبي واحد او اكثر من احتياجاته الأساسية. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الاحتياجات الأساسية بتتضمن الطعام والشراب والتنفس والحاجة للنوم.
طبعا لو حصل خلل في أي من الاحتياجات الأساسية، يعني الإنسان ما بياكلش أكل كويس، يعني التغذية بتاعته فيها مشكلة، الشرب بتاعه ما بيشربش سوائل كافية، أو إن هو يعني المية ملوثة اللي هو بيشربها، لو هو ما بينامش كويس، لو هو ما بيتحركش أو في مشكلة في النشاط، فطبعا كل الاضطرابات في الاحتياجات الأساسية بتؤدي للمرض أو بتخلي الإنسان متعرض لخطر الإصابة بالمرض. هنا بيقول لنا بقى في الجملة اللي بعدها حاجة مهمة: nursing care will center on assisting people to meet these needs. يعني هنا زي ما قلنا كده دورك كممرض، أو إن عملية التمريض أو الرعاية التمريضية بتركز على إن هي تساعد الناس إن هم يلبوا أو إن هم يعني يكتفوا من هذه الاحتياجات. Nursing also involve helping people to avoid risks or threats to their basic human needs. يعني هنا بيقول لنا إن دور التمريض بيشمل أيضا مساعدة الأشخاص على تجنب المخاطر أو التهديدات لاحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. يبقى أنت دورك كممرض إن أنت تلبي الاحتياجات، أو إن أنت تجنب الأشخاص أو تجنب المرضى خاصة مخاطر أو التهديدات لاحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. نخش بعد كده بقى في الترمينولوجي. هنا كلمة ترمينولوجي معناها المصطلحات. عندنا أول مصطلح وهو need. طبعا كلمة need معناها الحاجة أو الاحتياج. هنا عندنا تعريف النيد is something that is desirable, useful or necessary. يبقى هنا عندنا الحاجة هي الشيء المرغوب فيه، يعني انت لما بترغب في شيء اكيد ان انت بتحتاج ان انت تمتلكه، او ان الشيء ده بيبقى مفيد فبالتالي بتحتاج ان انت برضه يعني ان انت تحصل عليه او تمتلكه، او ان الشيء ده ضروري بالنسبة لك زي الطعام والشراب فبرضه بتحتاج اليه. يبقى هنا الحاجة هي الشيء المرغوب فيه او المفيد او الضروري. طب عندنا هنا بقى بالنسبة للهيومن نيدز الاحتياجات الإنسانية أو احتياجات الإنسان are physiologic and psychological conditions that an individual must meet to achieve a state of health or well-being. هنا عندنا الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الإنسان عبارة عن الظروف أو الاشتراطات أو الشروط الفسيولوجية والنفسية التي يجب على الفرد تلبيتها للوصول إلى حالة من الصحة أو الرفاهية. يبقى أنت هنا كإنسان ليك احتياجات من الناحية الجسدية وأيضا من الناحية النفسية. يجب عليك بقى أن أنت تصل لهذه الاحتياجات وأن أنت تحصل عليها عشان أن أنت تحافظ على صحتك أو أن أنت تحقق الحد الأدنى من الرفاهية. طب هنا عندنا بقى في حاجة اسمها ماسلو هيراركي أو هرم ماسلو. يقول لنا هنا common theory related to basic needs. ماسلو هيراركي theory of basic needs for human being. عندنا هنا هرم ماسلو، دي نظرية عملها إبراهام ماسلو سنة 1943. النظرية دي عبارة عن إن هو عمل الاحتياجات الإنسانية في شكل هرم، ويعني ليه قاعدة، وبعد كده كل يعني درجة من درجات الهرم بتمثل احتياجات معينة أو درجة معينة من الاحتياجات. فهنا عندنا النظرية المشتركة المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللي هي نظرية ماسلو الهرمية للاحتياجات الأساسية للإنسان. ماسلو هيراركي ثيوري. ماسلو هيراركي of needs is a 5-tier list of human needs developed by Abraham Maslow, an American psychologist, often presented as a pyramid with the fundamental needs at the bottom and the higher level needs at the top. يبقى هنا هرم ماسلو ده للاحتياجات عبارة عن قائمة مكونة من 5 مستويات، يعني عبارة عن هرم وكل درجة من درجات الهرم بتمثل مستوى من الاحتياجات الإنسانية. زي ما قلنا كده طورها عالم النفس الأمريكي إبراهام ماسلو. وهنا بيقول لك غالبا ما يتم تقديمها على شكل هرم، حيث تكون الاحتياجات الأساسية اللي هي الطعام والشراب في الأسفل، والاحتياجات الأعلى في الأعلى. يعني كل ما بنطلع مستوى
بنلاقي إن في احتياجات أكثر تقدما زي ما هنشوف كده في هرم ماسلو. طبعا احنا ليه بندرس هرم ماسلو؟ احنا بندرس هرم ماسلو زي ما قلنا عشان خاطر لما نيجي نتعامل مع المريض نتعامل مع تلبية احتياجاته الأساسية واحتياجاته الروحية والنفسية. وهنا بنعرف احتياجات الأساسية، وبعد كده كل ما بنطلع بقى في هرم ماسلو بنعرف الاحتياجات الأكثر تقدما أو الأكثر يعني رفاهية زي ما هنشوف كده في دراستنا لهرم ماسلو. زي ما احنا شايفين كده أول حاجة physiological needs اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية، دي بتتضمن الأكسجين اللي هو التنفس، والنوتريشن التغذية أو الطعام، والفلويدز اللي هي السوائل، والبادي تمبريتشر المحافظة على درجة حرارة الجسم، والإليمينيشن وهو عملية طبعا الإخراج، والشلتر وهي المأوى، وهنا السكس اللي هو الحاجة للجنس أو العلاقات الجنسية. زي ما قلنا هنا كل ما بنطلع درجة بنلاقي إن يعني الاحتياجات أصبحت تطورات، فعشان خاطر إن احنا ننتقل للمرحلة اللي بعدها لابد إن احنا نلبي الاحتياجات اللي في المرحلة اللي قبلها. يبقى عشان خاطر الإنسان يطلع للمرحلة اللي بعدها اللي هي السيفتي والسكيورتي اللي هي بتتضمن الفيزيكال سيفتي والسايكولوجيكال سيفتي، لابد إن هو يلبي الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية وبعد كده ينتقل للاحتياجات اللي بعدها. طب لو خلصنا السيفتي والسكيورتي يبقى هنطلع بعد كده لللاف والبولينجينج نيدز اللي هي طبعا بتتضمن العلاقات مع الأسرة والعلاقات الزوجية والعلاقات مع المجتمع. بعد كده السيلف استيم وهو تقدير الذات لحد ما نوصل يعني مقدمة الهرم أو أعلى الهرم سيلف اكشواليزيشن وهو تحقيق الذات. زي ما قلنا كده احنا بندرس هرم ماسلو عشان نقدر ان احنا نتعامل مع احتياجات المريض. زي ما احنا شايفين كده لو في مريض بيحتاج طبعا لعلاقاته الأسرية، يعني بيحتاج لعائلته حواليه، فدي بتحقق له اللي هو زي ما احنا شايفين كده المستوى الثالث اللي هو اللوف والبلونجينج نيد. عندنا بعد كده بيقول لنا هنا Maslow defined the basic needs of all people as a progression from simple physical needs or survival needs to more complex ones called cystic needs. يبقى هنا عندنا ماسلو عرف الاحتياجات الأساسية لجميع الناس على أنها تطور من الاحتياجات الجسدية البسيطة أو احتياجات البقاء إلى احتياجات أكثر تعقيدا تسمى الاحتياجات الجمالية. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني زي ما قلنا كده ان الاحتياجات الجسدية البسيطة او الاحتياجات بتاع البقاء زي الطعام والشراب، فدي احتياجات اساسية بيشترك فيها جميع الناس. بعد كده لما الناس بتحقق يعني الاحتياجات الاساسية وتقدر ان هي تكتفي منها، بتبدأ بعد كده يعني تروح لاحتياجات اكثر تعقيدا زي ما قلنا كده العلاقات مع الناس، زي ما قلنا كده تحقيق الذات زي ما نعرف بالتفصيل. والاحتياجات دي بتسمى الاحتياجات الجمالية. يعني ايه الاحتياجات الجمالية؟ يعني احتياجات غير أساسية أو إن هي احتياجات بتساعد في تجميل صورة الإنسان. زي ما شايفين كده ده هرم ماسلو اللي احنا برضو لسه شايفينه، ولكن هنا باللغة العربية. أول حاجة الاحتياجات الأساسية دي في قاعدة الهرم أو زي ما قلنا عليها الاحتياجات الفسيولوجية، دي بتتضمن الهواء والطعام والماء والنوم. دي أي خلل في الاحتياجات الأساسية أو الاحتياجات الفسيولوجية بتسبب المرض للإنسان. بعد كده بعد الإنسان ما يكتفي من الحاجات الأساسية الفسيولوجية بيبدأ إن هو بقى يروح لتاني مرحلة وهي الأمان أو احتياجات الأمان. يعني الإنسان يكون خالي من الأمراض زي هنا لا أمراض، والأمان الوظيفي يكون عنده وظيفة يصرف منها على نفسه وعائلته، وإن هو يعني يستطيع إن هو يدخر من المال أو يكون عنده أملاك زي مثلا أرض أو مثلا منزل. وهنا عندنا السلامة، يعني السلامة الجسدية والسلامة النفسية. بعد كده بقى لما بنخلص مرحلة الأمان بيبدأ بعد كده يدخل في المرحلة اللي بعدها وهي العلاقات أو الاحتياجات الاجتماعية. هنا إن هو يكون عنده أصدقاء، إن هو يستطيع الزواج،
والعلاقات الاجتماعية يعني مع المجتمع اللي حواليه. نروح بقى للمرحلة الأكثر تقدما وهي احترام الذات أو تقدير الذات. في المرحلة دي يبقى عنده ثقة بالنفس، يبقى عنده قدرة على الإنجازات، ويحصل على احترام الآخرين. آخر حاجة وهي التطور أو تحقيق الذات. هنا في المرحلة دي يكون شخص مبدع، أو إن هو يقدر يعني يعمل تحديث لأموره المالية والأمور الاجتماعية، يبقى عنده منصب أو عنده مكانة اجتماعية. وهنا الترقيات إن هو يعني يترقى في شغله ويكون ليه يعني زي ما قلنا كده مكانة في المجتمع. نشوف بقى كده الحاجات دي بالتفصيل. هنا بيقول لنا progression from physical needs to aesthetic needs، الانتقال من الاحتياجات المادية اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية البدنية الأساسية إلى الاحتياجات الجمالية زي ما قلنا تحقيق الذات وتقدير الذات زي ما نشوف كده بالتفصيل. أول حاجة زي ما قلنا كده في قاعدة الهرم عندنا الفسيولوجيك أو الفيزيكال نيدز، الاحتياجات الفسيولوجية البدنية. دي بتتضمن عندنا الأكسجين، ويعني ده يعني كناية عن التنفس، الإنسان بيحتاج للأكسجين للتنفس. وهنا عندنا الفلويدز اللي هي السوائل، الإنسان بيحتاج للشراب زي شرب الماء والسوائل بأنواعها. وهنا عندنا ثالث حاجة النيوتريشن اللي هي التغذية، الإنسان بدون تغذية يعني إن هو معرض لإن هو يموت أو إن هو يفنى أو المرض. وهنا عندنا الاكتيفيتي النشاط، طبعا لو الإنسان ما كانش نشيط بدرجة كافية ممكن يجيله أمراض جسدية مختلفة. وهنا عندنا برضو الإليمينيشن اللي هو قضاء الحاجة أو الإخراج، طبعا لو حصل أي مشكلة في هذه العملية الإنسان برضو بيصاب بالأمراض. بعد كده عندنا الريست واند سليب، الراحة والنوم، لو الإنسان لم يحصل على قدر كافي من النوم والراحة برضو بيديله مشاكل صحية وجسدية. وعندنا هنا رقم 7 السكس كونسبت وهو مفهوم الجنس يعني عملية الزواج. بعد كده بقى المرحلة اللي بعدها زي ما قلنا السيفتي اند سيكيورتي، السلامة والأمن. هنا السلامة والأمن تتضمن الفيزيكال سيفتي، السلامة الجسدية إن هو ما يتعرضش لأي أخطار بتأثر على سلامته الجسدية. وهنا عندنا السيكولوجيكال سيفتي، السلامة النفسية، يكون بعيد عن الاسترس الضغط النفسي، يكون بعيد عن القلق عن الاكتئاب فتحصل له السلامة النفسية. هنا رقم 3 the need for shelter and freedom from harm and danger، يعني هنا الحاجة للمأوى اللي هو shelter يعني يكون عنده بيت يقدر ان هو يعيش فيه، و freedom from harm and danger يكون يعني متحرر او بعيد عن الأذى والخطر، ان هو لا يتعرض للأذى او الخطر اللي يسبب له مشاكل على سلامته الجسدية أو النفسية. بعد كده بعد الإنسان ما يلبي احتياجاته من السلامة والأمن بننتقل للمستوى الثاني من الاحتياجات رقم 3 love and belonging، الحب والانتماء. هنا بقى في مرحلة الحب والانتماء أول حاجة رقم إيه هنا the need to love and be loved، يعني الإنسان بيحتاج إلى أن يحب وأن يكون محبوبا. يعني هنا الإنسان بيحتاج إن هو يحب الآخرين، يحب عائلته، يحب زوجته، يحب أولاده، ويكون محبوبا من الناس اللي حواليه. تاني حاجة في مرحلة الحب والانتماء the need to care and be cared for، يعني إن هو عنده حاجة إن هو يعتني بالآخرين وإن هو يعني يحصل على الرعاية والعناية من الآخرين، يعني إن هو يعتني بأولاده، يعتني بزوجته، وإن هو يعني يتلقى الرعاية والعناية من زوجته ومن الناس اللي حواليه. عندنا هنا برضو في مرحلة الحب والانتماء the need for affection to associate or to belong، يعني الحاجة للمودة زي الارتباط أو الانتماء. يعني أنت لما بتكون مرتبط بزوجتك مرتبط بعائلتك فأنت بتحصل على المودة من خلال الارتباط أو الانتماء للعائلة وللآخرين في المجتمع اللي أنت عايش فيه. هنا عندنا برضو في مرحلة love and belonging، الحب والانتماء the need to establish fruitful
and meaningful relationship with people, institution or organization. يعني الحاجة ان انت يعني تقيم علاقات مثمرة، كلمة fruitful يعني مثمرة، and meaningful يعني هادفة، يبقى انت يبقى عندك علاقات مثمرة وهادفة مع الاشخاص اللي حواليك والمؤسسة او المنظمة. يعني انت لما تكون شغال في مستشفى فانت تكون عندك علاقات بشكل مثمر وبشكل هادف مع الاشخاص اللي حواليك ومع المؤسسة او المنظمة اللي انت شغال فيها وهي المستشفى. بعد كده هنخش على رابع حاجة self esteem needs، احتياجات احترام الذات. عندنا هنا في السيلف esteem needs احتياجات احترام الذات. اول حاجة عندنا السيلف وورث. سيلف وورث وهو تقدير الذات. يعني ايه تقدير الذات؟ ان انت يعني تكون يعني عندك تقدير لنفسك وعارف ان انت ليك فايدة ويعني شخص مؤثر في المكان او في الناس اللي حواليك. تاني حاجة وهي السيلف ايدنتيتي وهي الهوية الذاتية. يعني تعرف المواهب اللي عندك، تعرف المهارات اللي عندك، تعرف الصفات والعيوب اللي عندك، ايه نقاط القوة ايه نقاط الضعف، فبالتالي تقدر تعرف الهوية الذاتية ان انت تكتشف نفسك. ثالث حاجة عندنا السيلف ريسبكت وهو احترام الذات. يعني انت لابد ان انت يعني يكون عندك تقدير لنفسك واحترام لنفسك. وطبعا انت انسان ربنا سبحانه وتعالى كرمك زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، فانت ايه يعني تكرم نفسك زي ما ربنا كرمك وتحترم نفسك، فبالتالي دايما تكون شخص هادف وشخص مفيد للناس اللي حواليك. ما تكونش انسان تافه، ما تكونش انسان يعني دايما بتعمل حاجات مش كويسة او بتعمل او يكون عندك صفات مش كويسة، فبالتالي بتحصل على احترام نفسك. بعد كده رقم دي body image. body image يعني انت شايف نفسك ازاي. ايه هي بقى الصورة اللي في ذهنك عن نفسك؟ يعني هل انت شخص مثلا مفيد؟ هل انت شخص محتاج ان انت تطور من مهاراتك؟ محتاج ايه عشان توصل لمرحلة تكون انت راضي عن نفسك فيها؟ بعد كده هنا رقم 5 السيلف اكشواليزيشن نيدز وهي احتياجات تحقيق الذات. هنا عندنا الحاجة to learn ان انت تتعلم، to create يعني ان انت تبدع، and understand or comprehend يعني ان انت تفهم. طبعا في هنا كلمة understand معناها الفهم وكلمة comprehend معناها الفهم. طيب ايه الفرق بقى بين understand و comprehend؟ يعني هنا understand و comprehend الاثنين بمعنى الفهم، لكن طبعا في بينهم اختلاف. أول حاجة understand can include a range of levels of knowledge from basic awareness or recognition to a deeper comprehension. يعني بيقول لنا ان كلمة understand اللي هي معناها الفهم بتتضمن نطاق واسع من مستويات المعرفة، بدءا من الوعي الأساسي أو الإدراك وحتى الفهم العميق. يبقى هنا كلمة understand لو انت فاهم الحاجة فهم بسيط، أو لو انت يعني وصلت لمرحلة الفهم العميق للحاجة اللي قدامك أو يعني للأشياء اللي حواليك، فده بنعبر عنه بكلمة understand. يعني بدءا من الفهم الأساسي أو الفهم البسيط حتى الفهم الأعمق، فده كله بنقول عليه understand. It doesn't imply a specific depth of understanding. يبقى هنا بقى كلمة understand أو الفهم لا يعني عمقا محددا في الفهم. يبقى قلنا من الفهم البسيط لحد أعمق حاجة في الفهم، دي بنقول عليها كلها understand. لكن هنا عندنا بقى comprehend however suggests a deeper or more thorough level of understanding. يبقى هنا كلمة بقى comprehend بتشير لمستوى أعمق أو أكثر شمولا من الفهم. يبقى هنا لما بنقول كلمة comprehend هنا معناها الفهم العميق أو يعني أعلى مستوى من الفهم بنقول عليها comprehend. بعد كده برضو يعني في مرحلة برضو اللي هي self actualization needs اللي هي احتياجات تحقيق الذات. زي ما قلنا أول حاجة الحاجة للتعلم والإبداع والفهم اللي هي learn and create and understand or comprehend.
تاني حاجة هنا رقم B وهي the need for harmonious relationship، يعني هنا بقى الحاجة لإقامة علاقات متناغمة أو علاقات مناسبة مع الآخرين. وهنا رقم C the need for beauty or aesthetics، يعني الحاجة للجمال أو الجماليات. زي ما قلنا كده ان الانسان كل ما بيلبي الاحتياجات الاولية او الاحتياجات الاساسية ويبدأ يتدرج في الاحتياجات لحد ما بيوصل للاحتياجات الجمالية، زي طبعا ان هو يكون مثلا عنده منصب، عنده مثلا بيت فخم، دي بيسميها الجماليات. The need for spiritual fulfillment، يعني الحاجة للإشباع الروحي، يعني الإنسان يكون بقى على درجة كبيرة من الروحانيات. هنا عندنا بقى زي ما شايفين كده ده هرم بتاع ماسلو، ولكن هنا هنطبقه على الحديث النبوي: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هنا لو هنقول أفشوا السلام، دي هنا حاجات الأمن، يعني الإنسان لما بيفشي السلام يعني إن هو بيشعر الآخرين بالأمن، فهنا دي بتمثل حاجات الأمن. أطعموا الطعام، زي ما احنا عارفين الطعام من الحاجات الفسيولوجية الأساسية لابد الإنسان إن هو يلبيها. وصلوا الأرحام، دي طبعا الحاجات الاجتماعية. وصلوا بالليل والناس نيام، دي طبعا بتمثل تقدير الذات واحترام النفس، يعني انت لما بتصلي بالليل والناس نيام فانت يعني بتصل لحالة من تقدير ذاتك واحترام نفسك وان انت تنجو بها من النار. ادخلوا الجنة بسلام، طبعا هنا الحاجة لتحقيق الذات بعبادة الله عز وجل. يبقى دي حاجة جميلة جدا، يعني حبيت ان انا افيدكم بيها، وهي تطبيق هرم ماسلو على هذا الحديث. نخش بعد كده في physiological needs. هنا عندنا أول حاجة introduction وهي المقدمة. زي ما قلنا physiological needs these are biological requirement for human survival، يعني بيقول لنا هنا الاحتياجات الفسيولوجية دي عبارة عن متطلبات بيولوجية للهيومن سرفايفل لبقاء الإنسان على قيد الحياة. يعني هنا عندنا ده ممكن نعتبره تعريف للفسيولوجيكال نيدز، وهي إن هي biological requirement for human survival، يعني متطلبات بيولوجية لبقاء الإنسان على قيد الحياة. زي بقى المتطلبات دي أو الاحتياجات دي زي الإير اللي هو الهواء لطبعا عملية التنفس، والفود الطعام، والدرينك الشراب، الشلتر اللي هو المأوى، كلوذنج وهو طبعا الملابس، والورمس والدفء إن الإنسان يعني يحافظ على درجة حرارة جسمه، وهنا السكس اللي هو الجنس، وسليب وهو الراحة والنوم. If these needs aren't satisfied, the human body can't be function optimally. يعني هنا بيقول لنا لو الاحتياجات دي لم يتم تلبيتها بشكل كافي فالإنسان أو جسم الإنسان لن يعمل على الوجه الأمثل أو على النحو الأمثل. ممكن نعتبر يعني المقدمة دي على فكرة لو حفظتوها ممكن نعتبرها زي definition، هنلاقي أحسن من الديفينيشن اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا جايب لنا الديفينيشن بتاع الفسيولوجيكال needs are the most basic things that everyone needs in order to survive such as food, water, sleep, medical care and air. يعني بيقول لنا ان الاحتياجات الفسيولوجية نفس التعريف اللي احنا قلناه فوق ويمكن فوق احسن، ان هي الاشياء الاساسية التي يحتاجها الجميع من اجل البقاء على قيد الحياة. يبقى اكتر حاجات اساسية بيحتاجها الانسان عشان ان هو يعني يفضل على قيد الحياة او ان هو يبقى على قيد الحياة، زي الفود زي الطعام، والووتر اللي هو الماء، والنوم اللي هو سليب، وميديكال كير الرعاية الطبية، and air والهواء. When these aren't satisfied, human may feel sickness, irritation, pain, discomfort, etc. يعني هنا بيقول لنا لو الاحتياجات دي لم يتم تلبيتها أو لم يتم الحصول عليها بشكل كافي، هنا الإنسان بقى قد يشعر بالمرض
أو irritation التهيج يعني عدم الراحة، وهنا البين يعني إن هو يحس بالألم، والديسكomfort اللي هو عدم الراحة والانزعاج، وإلى آخره يعني من الأعراض اللي هي بتأثر على جسد الإنسان. طب هنا جايب لنا بقى الفسيولوجيكال أو الفيزيكال نيدز. هنا عندنا الفلويدز والإلكترولايت أند أسيد بيز، يعني هنا عندنا بقى الفلويدز معناها السوائل، والإلكترولايت الإلكتروليتات زي الأملاح والمعادن اللي موجودة في جسم الإنسان، وهنا الأسيد بيز وهي القاعدة الحمضية. طبعا الحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل. تاني حاجة هنا الأكسجين اللي هو طبعا اللازم لعملية التنفس، النوتريشن التغذية اللي هي الحصول على الطعام، والإليمينيشن عملية الإخراج، والريست أند سليب الراحة والنوم، والسكس كونسبت وهو مفهوم الجنس، والأكتيفيتي النشاط. هنخش هنا على أول حاجة الفلويد إلكترولايت أند أسيد بيز. أول حاجة بيقول لنا البادي فلويد اللي وهي سوائل الجسم. Total amount of fluid in the human body which is approximately 50% to 60% of the total body weight. يعني بيقول لنا ان هنا اجمالي كمية السوائل في جسم الانسان بتوصل لحوالي 50 ل 60% من اجمالي وزن الجسم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا عندنا لو انسان جسمه 100 كيلو، لو انسان وزناه لقيناه 100 كيلو، فهنا عندنا كمية السوائل هتبقى في جسم الإنسان ده من 50 ل 60 كيلو، اللي هي من 50% ل 60% من إجمالي وزن الجسم. تاني حاجة هنا عندنا بيقول لنا البادي فلويد كومبارتمنت، يعني مكونات سوائل الجسم. هنا السوائل اللي موجودة في جسم الإنسان اللي هي حوالي من 50 ل 60% من إجمالي الوزن، دي بتنقسم لقسمين. أول حاجة هنا الانترا سيلولار فلويد أو اختصارها ICF، وهو السوائل داخل الخلايا. زي ما احنا عارفين إن أي جسم كائن حي بيتكون من خلايا. هنا عندنا الخلايا اللي موجودة في جسم الإنسان بيبقى داخلها سوائل بنقول عليها السوائل داخل الخلايا أو الانترا سيلولار فلويد. طيب السوائل اللي داخل الخلية دي إيه وظيفتها؟ يقول لنا هنا الانتراسيلولار فلويد function as a stabilizing agent for the parts of the cell. أول وظيفة من وظائف السوائل داخل الخلية وهي إن هي بتساعد في استقرار الأجزاء بتاع الخلية. يبقى دي أول فايدة من فوائد السوائل اللي موجودة داخل الخلية، إن هي كعامل استقرار لأجزاء الخلية. تاني وظيفة لهذه السوائل وهي help maintain cell shape، يعني بتساعد في الحفاظ على شكل الخلية. وهنا السوائل دي وجودها إن هي بتساعد على الحفاظ على شكل الخلية and assists with transport of nutrients across the cell membrane in and out of the cell. وهنا بقى السوائل دي ثالث وظيفة ليها إن هي بتساعد في نقل العناصر الغذائية عبر غشاء الخلية. يعني السوائل دي بتاخد العناصر الغذائية وتنقلها من الغشاء بتاع الخلية سواء لداخل الخلية أو لخارج الخلية. وهنا عشان خاطر الخلية تحصل على العناصر الغذائية فبتنتقل عن طريق السوائل دي من خارج الخلية، أو هنا لو في حاجة الخلية عاوزة تطلعها بره فبرضو بتنقلها عن طريق السوائل اللي جواها. يبقى هنا دي وظيفة السائل داخل الخلية، إن هو عامل استقرار لأجزاء الخلية وبيساعد في الحفاظ على شكل الخلية وبيساعد في نقل العناصر الغذائية عبر غشاء الخلية داخل وخارج الخلية. ثاني مكون من مكونات السوائل اللي موجودة في الجسم وهي الاكسترا سيلولار فلويد أو اختصارها ECF، وهو السوائل الخارج الخلية. طبعا السوائل اللي موجودة خارج الخلية دي بتبقى mostly appear as interstitial tissue fluid and intravascular fluid. هنا عندنا بقى في جزئين للسوائل اللي خارج الخلية، يا إما سوائل بتبقى موجودة في الأنسجة الخلوية، يعني الأنسجة اللي موجودة حول الخلية،
أو إن هي سوائل داخل الأوعية الدموية، طبعا زي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. زي ما شايفين كده في الصورة، عندنا هنا الانترا سيلولار فلويد، يعني زي ما قلنا كده السوائل اللي موجودة داخل الخلية، زي ما احنا شايفين كده دي الخلية. زي ما قلنا السوائل دي بتحافظ على شكل الخلية وبتحافظ على استقرار الخلية، وبتنقل العناصر الغذائية من خارج الخلية لداخل الخلية أو العكس من داخل الخلية لخارجها. تاني نوع بقى وهي يعني السوائل اللي خارج الخلية اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد. دي بتنقسم لقسمين، لا إما سوائل داخل الأوعية الدموية زي البلازما زي ما احنا شايفين كده دي الأوعية الدموية، لا إما هتبقى تاني حاجة وهي الانترستيشيال فلويد اللي هي السوائل اللي موجودة في الأنسجة اللي حول الخلايا. زي ما احنا شايفين كده ده هنا بقى السوائل اللي موجودة في الأنسجة اللي بتحيط بالخلايا وبنسميها الانترستيشيال، يعني سوائل الأنسجة الخلوية. هنا برضو ده الشكل اللي موجود عندكم في الكتاب، بيقول لنا ان البادي فلويد كومبارتمنت مكونات السوائل داخل الجسم، لا اما انترا سيلولار فلويد اللي اختصارها ICF اللي هي قلنا عليها السوائل اللي موجودة داخل الخلايا، لا اما هتبقى اكسترا سيلولار فلويد يعني سوائل خارج الخلايا اللي اختصارها ECF. دي بتنقسم لقسمين، لا اما انترستيشيال فلويد ودي بتبقى السوائل اللي موجودة ما بين السيركولاتوري سيستم يعني الجهاز الدوري اللي هو متمثل في الأوعية الدموية وما بين الخلايا. زي ما قلنا كده السوائل اللي موجودة خارج الخلية ومش موجودة داخل الأوعية الدموية، بتبقى بين الأوعية الدموية وبين الخلايا. تاني حاجة بقى وهي البلاد بلازما، ده السائل اللي موجود في الأوعية الدموية واللي بيمثل جزء كبير من الدم، يعني البلازما بتمثل تلتين الدم، فدي السوائل اللي موجودة داخل الأوعية الدموية. بعد كده بيقول لنا composition of body fluid يعني تكوين سوائل الجسم. يعني هنا بيقول لنا تكوين سوائل الجسم سواء كانت بقى السوائل اللي موجودة داخل الخلية أو خارجها. عندنا هنا أول حاجة الووتر وهو الماء، زي ما احنا عارفين كده ان المية بتمثل تلتين يعني حوالي من 60 ل 70% من تكوين السوائل اللي موجودة داخل الجسم. يبقى هنا أول حاجة المية اللي هي الووتر، وتاني حاجة الديسولفد سوليوتس وهي المواد الذائبة، المواد الذائبة داخل المية، يبقى هنا المية، وتاني حاجة المواد الذائبة اللي يعني بتذوب داخل الماء أو بتذوب داخل السوائل اللي موجودة في الجسم. هنا الديسولفد سوليوتس المواد الذائبة بتنقسم لقسمين، أول حاجة الأورجانيك سبستانس المواد العضوية. هنا المواد العضوية زي الجلوكوز، طبعا زي ما احنا عارفين الجلوكوز ده اللي هو السكر اللي موجود في الدم، والأمينو أسيد اللي هي الأحماض الأمينية، والفاتي أسيدز الأحماض الدهنية، والهرمونز اللي هي الهرمونات، والإنزيم وهي الإنزيمات. يبقى هنا المواد العضوية اللي هي الأورجانيك زي الجلوكوز والأمينو أسيدز والفاتي أسيدز والهرمونز والإنزيم. تاني مكون وهو الإنأورجانيك سبستانس اللي هي الإلكترولايت. هنا المواد الغير عضوية اللي هي الإلكتروليتات زي ما قلنا كده الأملاح والمعادن، زي عندنا هنا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلورايد اند فوسفات. يعني بقى الصوديوم والبوتاسيوم طبعا دي كلها بتمثل معادن وأملاح، دي بنسميها inorganic substance يعني مواد غير عضوية، أو يعني بنقول عليها الإلكترولايت اللي هي الإلكتروليتات. طب هنروح بقى لموضوع تاني وهو النورمال انتيك اند اوتبوت، يعني السوائل اللي هي بتدخل جسم الإنسان أو بتخرج من جسم الإنسان وهو الطبيعي بتاعها. هنا كمية الديلي انتيك يعني الكمية اللي المفروض ياخدها كل إنسان في خلال اليوم. هنا بيقول لنا an adult human at rest takes approximately 2500 milli of fluid daily. يعني بيقول لنا ان الانسان البالغ ياخد اثناء الراحة
2500 ملي من السوائل يوميا بشكل مناسب. يعني طبعا احنا بنقول هنا اثناء الراحة، يعني الانسان لو بيشتغل المفروض ان هو يزود الكمية دي. يعني لو انسان طبعا حسب الشغل اللي هو بيشتغله، لو بيشتغل شغل فيه عرق كتير فمفروض ان هو يعني يبقى اكتر من 3500 او ممكن يوصل ل 4000. لو هنا الانسان اثناء الراحة يعني ما بيشتغلش، فاقل حاجة مفروض ياخدها 2500 ملي من السوائل يوميا بشكل مناسب. طبعا سواء كان مية او كانت يعني سوائل زي مثلا العصائر والحاجات دي. تاني حاجة بيقول لنا هنا level of intake، يعني مستويات يعني السوائل الداخلة. approximate levels of intake include fluid 1200 ملي، الفودز 1000 ملي and metabolic product 30 ملي. هنا بيقول لنا يعني السوائل المفروض ان هي بتبقى 1200 ملي. يعني انت بتشرب مية، بتشرب عصاير، بتبلغ القيمة بتاع السوائل دي 1200 ملي. وهنا عندنا السوائل اللي موجودة في الطعام ما تقلش عن 1000 ملي. وهنا الميتابوليك برودكت، الهضم لما بيحصل ليه الأطعمة فبينتج عنه 30 ملي من السوائل. طبعا يعني كمية صغيرة بتمتصها الأمعاء. هنا عندنا أكبر طبعا كمية بتنتج عن طريق شرب السوائل سواء مية أو عصاير، يعني 1200. وهنا عن طريق الأطعمة حوالي 1000 ملي. ده يعني مستويات الداخل أو يعني الكميات اللي بتدخل جسم الإنسان. بعد كده تاني حاجة الديلي أوتبوت، يعني الخارج من السوائل بشكل يومي. هنا عندنا daily output should be approximately equal in intake، يعني المفروض الخارج من السوائل يكون متساوي مع يعني الداخل من السوائل. يعني انت لو بتاخد 2500 ملي من السوائل يكون الإخراج بتاعك 2500 ملي برضو عن طريق البول. هنا بيقول لنا normal output as urine, breathing, air expiration, feces and in minimal amounts of vaginal secretion. يعني هنا بقى الإخراج بيبقى عن طريق اليورين زي ما قلنا كده، عن طريق البول، أو عن طريق البريثنج التنفس اللي هو طبعا أنت بتتنفس بتطلع بخار الماء، أو البير اسبيريشن اللي هي العرق، والفيسز طبعا اللي هو البراز. وهنا عندنا برضو في كميات صغيرة بتطلع عن طريق الفاجينال سكريشن، الإفرازات المهبلية اللي هي طبعا الدورة الشهرية اللي موجودة عند النساء. كده خلصنا أول جزء من physiological needs اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية الجسدية. إن شاء الله المرة الجاية هنخش بقى في الإلكترولايت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.